بعد موسم رمضاني حافل بالأعمال الفنية، أقيم مهرجان مبدعي بغداد بدورته العاشرة برعاية مديرية الدراما في شبكة الإعلام العراقي، لتكريم أكثر من 100 فنان شاركوا بتقديم المتعة والفائدة للمشاهدين بأعمال نالت إعجاب الجمهور. والله يعني بصراحة الفرحة كبيرة، أن نكرم أو نكرم أيضا فنانين الذين شاركوا في 9 أعمال التي قدمتها شبكة الإعلام العراقي، وكانت من إنتاج مديرية الإنتاج الدرامي. هذا الموسم كان مرصع باللآلئ، هناك 9 لآلئ جميلة قدمت من خلال الشاشة الذهبية، شاشة العراقية. فرحين جدا، ونتمنى المستقبل نقدم أعمالا تليق بالمجتمع وتليق بالناس. المسلسلات التي أنتجتها مديرية الدراما في شبكة الإعلام العراقي تنوعت بين الكوميدية والجادة، كما أنها قدمت وجوها شابة إلى جانب النجوم الكبار. فإحنا تناولنا قصص حقيقة حساسة من المجتمع، قضايا إنسانية اجتماعية بحتة لها علاقة بالشكل العام لمؤسسة الأسرة والحفاظ على الأسرة. كانت رسالة عميقة وعظيمة من خلال مسلسل انفصال. أحيي المخرج الأستاذ جمال عبد الجاسم، كذلك الكاتب نهار حسب الله يحيى، وصاحب الفكرة الأستاذ وديع نادر، بالإضافة إلى يعني الداعم الأكبر والأساسي هو شبكة الإعلام العراقي. تعرفوا تصوير خلال 4 أشهر أو 5 أشهر، هذه كلها جهود جبارة طلعت للعالم بطريقة تليق بينا وتليق بالدراما العراقية. يا ربي الاستياب القادم نكون يعني بالأعمال إن شاء الله، نطمح على أن نكون الأعمال عربية. مبروك للكل، وشكرا علي سعد مخرج عمل ألو تاكسي، شكرا شبكة الإعلام العراقي وهي داخله بقوة هذا الموسم. مبروك احبابي، مبارك علي، وهذا العمل جميل جدا، يعني كوميديا هادفه اليوم قدمنا العائله العراقيه. الله يخليك، مبارك للجميع. هاي الاعمال الجميله اللي انعرضت بشهر رمضان وكلها تريح القلب مثل ما يقولون، امانه قلبك. وصوفي كان مبدع ويانا يا حبيبي، حسوم يا ابو الحب. الله كل حكي نحكي علي. ايه زين، بما عليه خلينا نسالكم، احنا نريد خلف الكواليس تعامل الممثلين، المواقف، اكيد يعني مشاغبين. احكي لك على السطح، الا اقول لك انا كاسر مونيتر. مو كل الحكي نحكي. شكرا جزيلا. مرحبا. مسلسل انفصال طبعا حقق نجاح كلش كبير، وأنا سعيدة أنه شاركت بهذا العمل، وبالصورة يعني العامة أعمال عراقية كلها كانت رائعة على قناة العراقية، وإن شاء الله التوفيق والقادم إن شاء الله راح يكون أفضل وأجمل. نعم، شوية الدور مالتك كان جريء مميز، فيعني بي تحديات لما تجسد هاي الشخصية بالنسبة لك؟ كلش، ويعني سوت اسم الدعاء أنا يعني سوت لها اسم، يعني العمل كان كلش حلو، كلش أنا حبته، وشخصية آية كانت تجنن. شو تقول أنت؟ خبل. هو بعد جمال عبد الجاسم يعني يعرف يوظف الممثلين. شكرا للمخرج، وشكرا للكاتب، وشكرا لإيناس طالب، وشكرا للجميع. ويأمل الفنانون المشاركون في المهرجان استمرار الدعم الحكومي وتفعيل القطاع الخاص لشركات الإنتاج من أجل خلق بيئة فنية تنافس عربيا وعالميا. لبرنامج صباح الخير يا عراق، مناف الموسوي، بغداد.